يلا بينا النهاردة نعمل مع بعض ألذ فراخ مشوية بتتبيلة تحفة. هتعمليها في ثواني في الخلاط، وطعمها خطير جدا وريحتها تجنن وشكلها حلو جدا جدا. وكمان هنسويها من غير فرن. يعني لو عايزة تعملي فراخ مشوية بطعم خطير وريحة تجنن وما تاخدش منك وقت، شوفي الفيديو للآخر وصدقيني مش هتندمي. بس قبل ما نبدأ الوصفة ياريت ما تنسوش اللايك، وكمان لو انتم جداد على القناة انزل حالا تحت الفيديو واضغط على زر اشتراك او سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. اول حاجة هجيب الفراخ وهغسلها كويس جدا وهتخلص من ريحة الزفارة. واحسن حاجة نستخدمها في غسيل الفراخ هي الطحينة. انا بستخدم معلقتين من الطحينة وبدعك بيهم الفراخ كويس جدا، وبحط عليهم مية وعصير ليمونة وبسيبهم شوية، مش بلاقي اي ريحة للزفارة ابدا. وبعد كده بشطفها وبتكون الفراخ في الوقت ده جاهزة معايا. بعد كده همسك الفراخ وابدأ اشرحها بالطريقة دي كده بالظبط. بحاول ان انا ادخل بالسكينة جوه انسجة الفراخ، بحيث ان انا لما انزل عليها التتبيلة تدخل جوه الفراخ وتتشرب طعم التتبيلة كويس جدا. والخطوة دي مهمة جدا، ده غير ان هي هتشرب كل التتبيلة، لا ده كمان ان هي هتستوي بسرعة. وهنا انا باكد على كل التفتيحات اللي انا عملتها بطرف السكينه. وكده الفراخ بقت جاهزه، وهشطفها شطفه سريعه واسيبها تصفى لحد ما اجهز التتبيله. يلا بينا بقى نجهز اسهل واسرع تتبيله وهنعملها كلها في شفشق الخلاط. اول حاجه هستخدمها في التتبيله بصلايه مقطعاها رباع، وهحط عليها معلقه كبيره من الثوم المفروم، وطماطمايه متقطعه رباع، وكمان هنزل عليها بكوبايه من الزبادي والفلفل الاخضر. انا حطيت فلفلايه خضرة رومي وقرن فلفل حامي، والفلفل الحامي طبعا حسب الرغبه. وهنزل عليها بقى بالتوابل بتاعتنا. هنزل بمعلقه صغيره من الملح وممكن تزودي حسب الرغبه، وكمان نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من الكمون، ونص معلقه صغيره من بهارات الفراخ، ونص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ومعلقة كبيرة من البابريكا. وانا بحب ازود البابريكا شوية، بحس ان هي بتديني طعم حلو قوي للتتبيلة. وكمان هضيف معلقة صغيرة مليانة من الزعتر، ونص معلقة صغيرة من القرفة، وعصير ليمونتين، وربع كوباية من الزيت النباتي، ومكعب من مرقة الدجاج. ودي كانت اخر حاجة خلاص هنضيفها. والتتبيلة دي تكفي تتبيلة فرخة كاملة. لو حبيتي تزودي الكمية فهتزودي كل المقادير، حبيتي تقللي فطبعا هتقللي المقادير. وهسيبلك كل المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. وكده خلاص التتبيلة بقت جاهزة معانا. هنخلط بقى كل المكونات دي في الخلاط. لو حسيتي ان الخليط تقيل في الخلاط يعني مش بيلف بسهولة، ضيفي ربع كوباية من المية، واخلطي بقى الخليط ده كويس جدا في الخلاط وخليه يبقى ناعم جدا. تتبيلة سهلة وجميلة وما بتاخدش وقت ابدا. وبكده تكون التتبيلة بتاعتنا خلاص جاهزة. شوفوا شكلها عامل ازاي، بجد شكلها حلو جدا وريحتها جميلة جدا جدا. وده شكل الفراخ بعد ما خلاص شطفتها تاني مرة وبقت جاهزة خلاص ان انا انزل عليها بالتتبيلة. هنزل عليها بقى بالتتبيلة. شوفي قوام التتبيلة حلو ازاي ولا لونها بجد حلو قوي قوي. هخلط بقى الفراخ مع التتبيلة دي كويس جدا جدا. هدخل التتبيلة في كل حتة في الفرخة، يعني هدخلها في الفتحات اللي انا عملتها، وكمان في ظهر الفرخة بالشكل ده كده بالظبط. المهم ان انت تغرقي الفراخ دي في التتبيلة علشان خاطر تشرب منها كويس. ويستحسن لو تسيبي الفراخ دي في التتبيلة ليلة كاملة. ولو مستعجلة ممكن تسويها على طول، بس هي يستحسن انك حتى تسيبيها ساعتين 3 علشان خاطر الفراخ تشرب كويس جدا من التتبيلة. بس لو انت مستعجلة مفيش اي مشكلة، برضه هتطلع معاكي حلوة جدا وطعمها هيكون حلو قوي قوي وهيعجبك. بس انا مش مستعجلة وهسيبها تتبل ليلة كاملة، يعني انا دلوقتي هغطيها واسيبها في التلاجة لتاني يوم. وده شكل الفراخ بعد ما خلاص سبتها ليلة كاملة. بجد حلوة قوي، وتحس ان هي ريحتها بقت جميلة قوي لان هي شربت من التتبيلة كويس جدا. ودلوقتي خلاص هنرص الفراخ بتاعتنا في الصينية علشان هي دلوقتي جاهزة خلاص التسوية. بس انا المرة دي مش هسويها في الفرن، لا انا هسويها على البوتاجاز من فوق. يعني هغطيها
واسيبها على البوتاجاز. هتنزل ميتها وتستوي وهتكون حلوة جدا ومش هتاخد وقت، يعني تقريبا حوالي نص ساعة وهتكون الفراخ استوت. وبسهولة جدا نقدر نعرف استوت او ما استوتش، يعني لو لسه ما استوتش هنسيبها شوية وهتستوي معانا على طول وهتكون حلوة جدا. يعني انا مش هدهن الصينية اي زيوت او اي حاجة خالص، لان هي اصلا غرقانة في التتبيلة. وبعد ما هرص الفراخ بالشكل ده هنزل عليها بباقي التتبيلة وهغطيها واحطها على البوتاجاز من فوق علشان تستوي. ولو انت عاوزة تسويها في الفرن عادي جدا، هتاخديها وتدخليها فرن ساخن على درجة حرارة 200 وهتسيبيها في الفرن لحد ما تنزل ميتها وتبدأ تستوي. احلى حاجة في الفراخ دي ان هي بتستوي في عرقها، يعني مش هنضيف لها اي حاجة خالص، ولا مية ولا شوربة ولا اي حاجة ابدا. هي هتنزل الدهون اللي فيها وهتستوي فيها برضو. وده شكل الفراخ بعد ما خلاص اخدت اول غلوة. حطيت الصينية على درجة حرارة وسط، يعني معلتش النار قوي ولا وطيتها قوي، لحد ما الفراخ نزلت ميتها. واول ما نزلت ميتها بالشكل ده هديت عليها النار وسبتها تستوي براحتها. ولازم تتابع الفراخ لانها ما بتاخدش وقت في التسوية ابدا. وده شكل الفراخ بعد ما خلاص استوت. هدخل بقى الفراخ في الفرن واشغل الشواية عشان الفراخ تاخد لون الشوي الجميل ده. وده شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما خلاص خلصت واخدت اللون الجميل ده. مش قادرة اقول لكم قد ايه الفراخ جميلة جدا وريحتها تجنن، وكمان مستوية جدا وطعمها بجد روعة، مفيش احلى من كده. كده انا عملت معاكي النهاردة فراخ مشوية بتتبيلة وهمية وطعم خطير وريحة تجنن. جربيها هتعجبك جدا وهتشرفك في العزومات. جربي الفراخ المشوية بالطريقة دي، انا واثقة انها تعجبك جدا. ولو في اي تعليق او استفسار ابعتيلي في الكومنتات. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم. يلا دوس لايك وشير وهستنى رأيكم في الكومنتات.